مساء الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمانيناتي. معاكم محمد شاهين، ويلا نخش في الموضوع على طول. من أكتر المشاكل اللي كنت عايز أتكلم فيها بقالي فترة طويلة بصراحة، ومش عارف أدخلها منين، مش عارف الدخلة تبقى إزاي، لأن للأسف المبدأ دوت معترف بيه بره مصر، بره دولنا العربية، بره مجتمعنا، ولكن إحنا كمان بنمارسه بس مش مركزين عليه. المبدأ ده أو اللي أنا عايز أتكلّم فيه حاجة اسمها الPC أو الpolitical correctness. ال ال الترجمة الحرفية ليه للمصطلح ده، تمام، هو التصحيح السياسي، تمام، بس مش مقصود بيه هنا تصحيح السياسي بمعنى السياسة بقى وأمريكا وروسيا وإيران والكلام ده لأ، ولكن مقصود بيه السياسة اللي هي تسييس الأمور، إن أنا أمشّي أموري بشكلٍ ما، فباصحّح شوية مفاهيم علشان الدنيا تمشي. فاهم حاجة؟ هادّيك مثال بسيط جدًا على أكتر كلمة تم استخدامها في مصر آخر 10 سنين مثلًا، وهي كلمة التنمُّر، تمام، أنا عارف إحنا هنخش في منطقة شائكة دلوقتي، بس عادي يعني، إيه الجديد؟ التنمُّر، يعني إيه تنمُّر؟ جاي منين؟ تمام، التنمُّر جاية من النمر اللي هو برّه بيسموه bullying، هي جاية من الbull اللي هو الطور، فأنا مش عارف إيه حكاية الحيوانات، يعني وإيه اللي جاب الطور للنمر؟ يعني لو الموضوع في حيوان معيّن بيعمل الaction ده، فهيعمله برّه وجوّه، فيا إمّا هنسميه بقى التصوُّر عشان يبقى طور، واخد بالك، يا إمّا هيسموه برّه tigerring عشان إحنا عندنا تنمُّر، أنت فاهم حاجة أنا باتكلّم في إيه؟ فهو الaction ما لوش علاقة بالحيوانات أصلًا، لإن الحيوانات ما عندهاش الconcept ده، يعني المبدأ ده مش موجود عند الحيوانات، فأنت جايبه منين؟ ما علينا، سيبك من المسميات. مصطلح التنمُّر ده بقى اسم من الأسامي أو وسيلة من وسائل التربية الحديثة عشان نقول للعيال ما تتنمّروش على بعض، وبعد كده كبرنا شوية ما تتنمّروش على بعض بقى على الإطلاق. طيب هو التنمُّر يعني إيه؟ التنمُّر إن أنا في حد عنده حاجة أيًا كانت هي إيه، حاجة صحية، حاجة فيزيائية في جسمه، أيًا كان، تمام، فأنا أركّز عليها وأشاور عليها باستهانة أو بنوع من أنواع التقليل، يعني باقلل من الشخص ده عشان هو عنده الحاجة دي. فلو واحد أسمراني أقول له أنت أسمراني، يا بكّار، يا مش عارف إيه. لو واحد مليان شوية، بُص أنا باقول مليان، خلاص أنا اتسحبت في البتاعة دي. زمان كان الإنسان بيتقال عليه وهو بيقول على نَفْسه تخين، دلوقتي لو حد قال لحد يا تخين يقول لك أنت بتتنمر عليه ليه؟ باتنمر إيه يا جماعة هو تخين فعلًا. هتفرق بقى لمّا أقول له أنت تخين والّا أقول له أنت زايد شوية والّا أقول له أنت مليان شوية، يعني ما هو الconcept واحد، أنت فاهم الفكرة؟ حتّة التنمر بقى والتفرُّع منها أنا هاتكلّم فيها في حتّة واحدة بس، هي حتّة الكوميديا اللي كانت مشتقة من هنقول عليها التنمر بقى والّا إيه؟ ال إن أنا أشاور على حد وأقول فيه حاجة، ده إحنا الأغنية بتاعتنا وإحنا صغيّرين آآ أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة التخينة، ده بيقولوا عليها أجمل حد في الحفلة، أجمل حد في الحفلة، يعني بيقولوا إن التخن دوّة نوع من أنواع الجمال، فين التنمر في الموضوع؟ أنت فاهم الفكرة؟ قيس على كده بقى حاجات كتير، يعني التنمر ده أول حاجة جات في بالي إنها فعلًا آآ أسهل اتهام يتم اتهامه لأي حد يتشاور عليك يقول لك أنت بتتنمر ليه؟ لا لشيء إلا إنك لاحظت حاجة وقُلتها، فلان قصير، فلان طويل، فلان تخين، فلان رفيع، بتتنمر عليه ليه؟ يا جماعة هو في كده، يعني إحنا حتى في الإسلام آآ كان في حديث أو حاجة شبه كده أنا مش فاكر بالضبط عشان ما أعُكِّش يعني، إمم، بس ما معناه إن ما يصحّش، تمام، إن أنت تقول في أخيك المسلم ما ليس فيه، يعني أقول على فلان ده كدّاب وهو مش كدّاب، ده غلط،
ده ما لوش علاقة بالإسلام بقى، يعني ده concept عادي إن أنت تقول حاجة في حد مش موجودة فيه، أنت كده بتكدب. فالكدب طبعًا غير مقبول لا في إسلام ولا في مسيحية ولا في يهودية ولا في حتى في عُرف الناس الملحدين واخد بالك؟ فالموضوع ما لوش علاقة بتنمُّر. حلو، حلو. طيب أنا واحد من الناس لاحظت حاجة وقُلتها، المفروض بقى قبل ما تتكلم تقعد تفكّر الناس اللي حواليك واللي سامعينك في ناحية، والشخص اللي أنت بتتكلم عنه في ناحية تانية، رَد فعلهم هيبقى إيه عن الكلمة دي. تمام، فأنت هتستحضر بقى روح العرّاف واخد بالك، والدجّال اللي جواك عشان تقرا أفكار الناس دي، سواء الناس اللي قاعدة جنبك أو الناس اللي قاعدة معاك في القعدة دي، والراجل اللي أنت بتتكلم عنه. وبعد ما تستحضر روح الدجّال وتعرف تقرا أفكارهم وتشوف إذا كان رَد الفعل هيكون كويس والّا لأ، لو كويس قُل الكلمة يا عم، خلاص ألف مبروك عليك، لن تُتهم بإنك متنمر. بس لو رَد الفعل وِحِش، تحاول بقى تفكّر في كلمات بديلة ما تجرحش مشاعر اللي قدّامك ده. وهو على فكرة مش جرح مشاعر، هو بس طريقة لعب في الوصلات العصبية في مُخّه إنّك بتحاول توصّل له إنّك بتتكلّم بطريقة أحسن من البعض الآخر. أنت فاهم حاجة؟ يعني بدل ما أروح لحسام أقول له: "حسام أنت تخنت كده ليه؟" فأنا هييجي في بالي حسام هيزعل من كلمة تُخن، فأنا بدل ما أقول له تُخن عشان أحافظ على مشاعره، أنا هاقول له: "حسام هو أنت وزنك زاد شوية والّا لأ؟" لأ، بس برضه زيادة الوزن مؤلمة، لا، لا، لأ، ما ينفعش. طب بُص، أنا بيني وبين نفسي كده هاقول له: "حسام هو أنت مليت شوية؟" طب ما المليان هي زيادة الوزن، لأ، مش عارف أجيبها له إزاي، وحسام ده مثلًا صاحب عمري من 30 سنة مثلًا يعني، فأنتم بتتكلموا في إيه؟ بتتكلموا في إيه؟ تمام؟ زمان كان أي حد عنده متلازمة داون أو عنده أي نوع من أنواع ما لهاش مسمى تاني فلازم أقوله الإعاقة الذهنية، بيتقال عليه مُعاق ذهنيًا. تمام؟ ذهنه مش شغال زي الناس العاديين، أنا ما باقولش إن هو مش بشر، هو طبعًا بشر وله كل الحقوق من الرعاية والاهتمام والطب وكل حاجة، ولكن ده ما يمنعش إن هو ذهنه لا يسير، ذهنه لا يعمل زي البشر العادي أو زي الإنسان العادي. تمام، تمام. لأ ما ينفعش نقول عليه مُعاق، يعني إيه مُعاق؟ لأ إحنا نقول عليهم قادرين باختلاف. نعم، قادر على إيه باختلاف؟ يا جماعة ال محاولة لَيّ الحقائق تحت مسمى آآ عدم التنمر، ده هطل، ده هطل. تمام، ده حتى في الإنجليزي، يعني زمان لمّا حد كان بيموت يقول لك فلان died يعني فلان مات. تمام، دلوقتي بقت passed away. passed away بالترجمة الحرفية معناها عدّى بعيد أو عدّى من بعيد، راح. يقول لك لأ عشان نحافظ على مشاعر القرايب والحبايب لمّا بيسمعوا كلمة موت بتبقى صعبة عليهم أوي. طب مات، passed away، kick the bucket، ليها مصطلحات كتير جدًا، هل ده هينفي إن الشخص ده مش موجود خلاص، مش موجود في حياتنا؟ الشخص اللي ميّت له حد دوّة ربنا يصبّر كل الناس يعني، هيقعد يفكّر في الكلمة اللي اتقالت له وينسى الشخص المتوفي؟ أنتم بتتكلموا في إيه؟ كل اللي أنا باتكلم فيه دوّة عشان نوصل لنقطة معيّنة، النقطة بتاعة إن أنت بقيت مطالب إنّك م هو طبيعي إنّك تفكّر قبل ما تتكلم. تمام، لكن المفروض دلوقتي إنّك تفكّر مرّتين، تفكّر عشان تقول هتقول إيه، وتفكّر عشان تقول هتقوله إزاي، في حين إن المفروض إن التواصل هو إنّي أقول أي كلام وأنت تفهمني. تمام، يعني أنا مش لازم أكون
ضليع في اللغة الإنجليزية عشان أروح مثلًا دولة ناطقة بالإنجليزية وأقول لهم أنا جعان، تمام، يعني أنا لو شاورت على بُقّي كده بس ما معناه إن أنا عايز آكل هيفهموا، مش لازم أتكلم أصلًا، فإحنا ليه بنضايقها على بعض؟ وتلاقي بقى الحاجة الجميلة جدًا اللي بنعاني منها جميعًا في جميع مجالات الشغل، وأنا لازم أقولها بمنتهى الصراحة، لإن أنا بصراحة فاض بيّا يعني ما أقدرش أنكر يعني، إن Gen Z بقت هي دي القضية بتاعته. هو بُص هم ماسكينها لنا بقى، تمام، أي شغل في الدنيا بقى فيه senior عنده حاجة و40 سنة من الجيل بتاع التمانينات، وفي آآ شباب مواليد 2000، 2001 اللي هم عندهم 24، 25 سنة دلوقتي، اللي هم الjunior الصغيرين، وتلاقي الsenior بيتكلم بيتكلم عادي، تمام، ويكون يعني مش عايز أقول بنسبة كبيرة عشان ما يتقالش عليّا باتنمر على Gen Z، بس Gen Z بيبقى لسه بيتعلم، فطبيعي إن يكون الsenior التمانيناتي عنده حق، والشاب الGen Z يكون غلطان، تمام، فيبدأ الsenior يتكلم، 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 فجأة بقدرة قادر تلاقي البني آدم بتاع Gen Z رايح فاقع شكوى، والّا رايح يوقّف الكلام كلّه علشان اتقالت كلمة في نُص الكلام، أنت إزاي تقول لي الكلمة دي؟ فاهم حاجة؟ يعني أنت إزاي تقول لي أنا ما عرفتش أعملها، يعني إيه ما أعرفش أعملها؟ هو أنا فاشل؟ أنت بتنعتني بالفشل، أنت بتقول عليّا فاشل؟ إيه يا عم بالراحة، ما أنت فعلًا ما عملتهاش عشان كده باكلمك، اهدى، نقطة ومن أول السطر. Gen Z بقت هواية عنده إن هو يتصيد كلمة أو جملة يحطها في بوتقة غير مرغوب فيها، علشان يبيّن إن اللي قدّامه بيكلمه بأسلوب مش كويس أو بيتعامل معاه بأسلوب مش كويس، فياخد آمم يعني بيسموها إيه، gains، ياخد مكتسبات مش من حقه. فكّركم بحد صح؟ في حد بيعمل كده، في حد بيعمل كده جنبنا كده على اليمين ناحية الشرق، ولاد العم بيعملوا كده، دي طبيعتهم، وللأسف عرفوا يصدّروها لجميع المجتمعات على مستوى العالم، إن كلّهم يعملوا زيّهم، عشان لمّا هم يعملوا كده نيجي إحنا نقول إيه، ما هو عادي، وصلت، أتمنى تكون وصلت. مش هاطوّل أكتر من كده، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم الحلقة الجاية، وربنا يهدينا يا رب، سلام.